عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير. خاوتي بارطاجيو اللايف هذا، بعض النقاط راح نتكلموا عليهم. بارطاجيو خاوتي. يعني بدون إطالة، يعني الفيديو هذا راح إن شاء الله راح اللي ما لحقش والله اللي مش يعني مش معنا إن شاء الله راح يشوفوا، يعني خطر خرب باش ما نطولش على خاوتي ندخلوا في صلب الموضوع مباشرة. احنا بطبيعة الحال كنت يعني تكلمنا وقلنا بلي باش إن شاء الله بعد العيد راح نواصلوا النظام تاعنا والحقوق إن شاء الله. قلنا بلي باش راهم قانونية، يعني شرعية 100%. عندنا يعني عدة يعني حوايج تخلينا نتمسكوا بالحقوق تاعنا. عندنا يعني عدة يعني نقاط راه تخلينا نتمسكوا بالحقوق تاعنا اللي هي شرعية قانونية 100%. ومانيش رايحين يعني نفرطوا في الحق تاعنا هذا، ونطالبوا برد الاعتبار والاعتراف بهذه الفئة اللي الحقوق نتاعها متسوية من 2013. هذه اللي ما نقولوا فيها وديما، وهذه يعني حاجة رسمية، كنت يعني نشرت نتاع على ما أظن البارح مرسومين، يعني المرسوم الرئاسي 146 95 استدعاء جزء الاحتياط، وتحته المرسوم الرئاسي 311 96 ابقاء الاحتياط المستدعين في نشاط الخدمه بعد فتره الاستدعاء. شفت يعني اللي باش جماعه بزاف هزوه، يعني كاين بزاف اللي يستفسر شكون هذو، يعني يستفسر شكون هذو. اليوم ان شاء الله رايحين النقطه هذه من النقاط، لانه كاين نقاط بزاف راح نطرقوا ليهم، راح نتكلموا على النقطه هذه في البدايه، هذه النقطه، ونبينوا هذو الناس هذو شكون، يعني هذو الناس بالوثيقه. مانيش راح نتكلم انا ومانيش راح نجتهد انا، هذه راح نعطيها لك يعني مباشره اجابه من الجهات الوصيه، هي اللي تعطيك الخبر شكون هذو. نعطيك المنشور اللي نشرته، كما تلاحظون نشاط منشور درت موب، يعني موب واحد، هي المرسوم الرئاسي 147 95 يتضمن استدعاء جزء الاحتياط. ودرت المرسوم الرئاسي من تحته، المرسوم الرئاسي رقم 396 المتضمن ابقاء الاحتياط المستدعين. راكم شفتوا الكاري الاحمر الفوق في الموب واحد استدعاء جزء للاحتياطيين، ومن تحت ابقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمه الوطنيه، اللي هي بعد فتره الاستدعاء، لان الاحتياطي هنا باش يكون على بالكم شكون هما الاحتياطيين، هم الذين ادوا واجب الخدمه الوطنيه، يعني بعد انتهاء واجب الخدمه الوطنيه. واحد يعني عسكري مازال يعني ما انهاش فتره الواجب الوطني ما يعتبرش احتياطي. الاحتياطي هو الذي ادى التزاماته اتجاه الخدمه الوطنيه، وحنا نعرفوا في السنوات التسعينات فتره يعني الواجب الوطني حسب قانون الخدمه الوطنيه 1989 هي 18 كي تلحق 18 يعني ساعه فوق 18 يوم واحد راح تكون احتياطي، يعني لانه الاحتياط راح يبدا من يوم يعني النهايه تاع الواجب الوطني. هنا هذا الموب واحد موب دو، لانه هذا هي النقطه الاساسيه. هنا التعبئه باش يكون على بالكم فيها فئتين، فيها المعاد استدعائهم وفيها المستدعين. فيها كاين معاد استدعائهم اللي هما استدعاء جزئي للاحتياطيين، يعني استدعاء جزئي، وكاين ابقاء الاحتياطيين المستدعين، الناس اللي راهم في السكنات، ابقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمه الوطنيه. هنا كاين بزاف يقول لك هذو لي رابلي، هذا المنشور، هذا المرسوم الرئاسي رقم 396 هذو ناس لي رابلي. وكيما يعني بعض التفسيرات الجاهله كان يقول لك باللي باش هذو باش يعطيوهم كيما نقولوا باش يبقاو يزيدوا كونطرا. اول حاجه باش تكون على بالكم التعبئه واجب وطني،
ماهيش عقد، لانه العقد اجمع لازم له شروط. العقد باش تكون عندك العقد لازم يكون عنده شروط، لانه الواجب الوطني هذا مهما كان، لانه يعتبر هنا الفتره هذه تعتبر كعقد، بس ماهيش عقد باتم معنى الكلمه، يعني مكتمله الاركان ولا يعني مكتمله الشروط، لانه الشرط تاع العقد يكون بين طرفين، يعني بين طرفين تعرف الحقوق تعرف الواجبات تعرف هكذا، وتكون يعني عقد يعني باين، يعني فيها توقيع فيها انتهاء تعرف كلش، فيها المده فيها انتهاء وشحال هكذا وشحال تخلص وشحال هكذا. هذا هو العقد، عقد بين طرفين، يعني فيها يعني كما نقولوا قبول. لكن هذا التعبئه هذه واجب، لانه لا مفروض عليك، العقد ماهوش مفروض عليك. انت كي تروح دير عقد مع اي شركه ولا مع وزاره الدفاع ولا هذه يعني يكون تحت الرغبه نتاعك، واحد ما يشرط عليك، يعني واحد ما يغصبك. لكن الواجب هذه التعبئه واجب وطني، لانه راكم شفتوا اذا انسان اذا جاه استدعاء وما لباش هذاك راح يتعاقب. هنا راح تسمى ماهوش عقد اجماع، ماهوش عقد اللي يقول لك عقد، هذا ماهوش عقد. هذا التعبئه هي واجب وطني، هي واجب وطني يا خوتي، باش تكون على بالكم. احنا راح نعطي لكم باللي باش وزاره الدفاع هي اللي تكلمت وجاوبت، وشكون هذو؟ اصحاب المرسوم الرئاسي 396. عفوا. احنا يعني قلت لكم وزاره الدفاع هي اللي تجاوب، مانيش احنا اللي رانا نهضروا. احنا تكلمنا وقلنا باللي باش اصحاب المرسوم الرئاسي رقم 396 راهم هم دفعات 95 96، هذو هما هذو هما التعبئه رقم 2. هذه انا المصطلح هذا ما جبتوش من راسي، هذا سمعته يعني من مؤسسه يعني تابعه الجهه الرسميه الوزاره المعنيه من على لسان يعني اطارات، مش انا ما جبتهاش من نفسينا. هذه موضوع هذه وزيد كي تروح النقطه هنا تكلم على عسكري والخدمه الوطنيه وكذا المعاد استدعائهم وكذا يعني فئتين يجمع. النقطه الثامنه من الماده 5 من القانون التشريعي 313 تتكلم على فئتين. هنا التعبئه راها خاوتي ماهيش وحدها، هنا يعني نظرا للحاله الاستثنائيه اللي تمرت بها يعني البلاد في الفتره تاع التسعينات، يعني خلات القياده العليا تلجا لهذا الحل وهو اعاده تجنيد مباشره بعد دخول في الاحتياط مباشره، عاودوا جندوك في اطار التعبئه. ماهيش انا اللي نهضر فيها، دوك نعطيك الاجابه سهله ماهله. قلت لكم المرسوم الرئاسي هذا 146 95 هذا تاع المعاد استدعائهم. المرسوم الرئاسي رقم 396 هذا نتاع افراد الخدمه الوطنيه، مدعو الخدمه الوطنيه ولا عسكري والخدمه الوطنيه دفعات 95 96. وكان نعطيكم يعني الاجابه نتاع الجهه الوصيه او الوزاره المعنيه. اصبروا نعطيكم الاجابه نتاع وشكون المرسوم هذا. هذا المرسوم باش الناس، لانه بزاف نشروه البارح وداروا في الصفحات وهذا منه، واحد يقول لهم رابلي، واحد يقول لهم هكذا، واحد يقول لهم رابلي زادوا عطاوهم الحق باش يعاودوا الكونترا، واحد ما على باليش، الناس تلفظ وما على باليش وتهرس وما ماهيش تهضر، يعني كيما نقولوا هكذا. كاين اللي على بالو كاين اللي ما على بالوش، كاين اللي هكذا كبار كيهضر. حنا نهضروا يعني كلش بالوثيقه. ونعطيكم مراسله درناها يعني المؤسسة يعني التابعة للوزارة المعنية. هذه المؤسسة هي مكتب الجهوي لشؤون المنازعات الناحية العسكرية الأولى. كما تلاحظون في الصورة، راكم شايفين الصورة هنا، إلى السيد رئيس المكتب الجهوي لشؤون المنازعات الناحية العسكرية الأولى. الموضوع فيما يخص مستخرج اشعار بالشطب من السجلات. هنا راح نتكلموا على شهاده الشطب، لكن في يعني كما نقولوا في لب الموضوع يعني تطرقنا للمرسوم الرئاسي. هذا المرسوم الرئاسي رقم 396 اجمع لي راه تقول لك هذا نتاع الرابلي ونتاع، كنت تشوفوه بعينيكم. رانا يعني درجناه في المراسله هذه، ورانا تكلمنا باسمه. رانا تقدمنا لوزاره الدفاع باسم المرسوم الرئاسي كفئه يعني صاحبه المرسوم الرئاسي. هذا مراسله رسميه قانونيه فضلنا بها، وكان عندنا رده. لو كنا نتناولوا يعني المراسله ومن بعد نشوفوا الرد. لي عظيم الشرف ان اتقدم لسيادتكم الموقره بهذا الطلب، والذي ارجو من خلاله اعاده النظر في مستخرج الشعار بالشطب. هذا رانا كنا حكينا عليها ومن بعد تطرقنا شنو يعني القوانين والمراسيم اللي كما نقولوا حطيناها ودرجناها، يعني كما نقولوا اتكلنا عليها في الهضره نتاعنا. يعني احنا كي نروحوا نهضروا ما نهضروش بالفم، ما نقولوهمش يا الوزاره المعنيه احنا رانا هكذا وهكذا بالفم. احنا رانا نتكلموا باسم قوانين يعني صادره في الجرائد الرسميه، حيث انه جاء في القانون 1989 الموافق 12 ديسمبر 89 19000
هو المتضمن تخفيض مده الخدمه الوطنيه، خاصه الماده رقم واحد منها. الماده رقم واحد منها هي اللي تقول لك 18 شهر متتاليه، يعني عندنا 18 يعني فوق المده القانونيه. حنا كاين اللي خدم 25، كاين اللي خدم 24، كاين اللي خدم 21، كاين اللي خدم 21. تخفيض مده الخدمه الوطنيه خاصه الماده رقم واحد منها، حيث جاء في المرسوم، شفتوا كيف انا لحقنا النقطه الرئيسيه يمكن، حيث ان جاء في المرسوم الرئاسي رقم 96 الموافق 25 ديسمبر 96 900 و1000 المتضمن ابقاء الاحتياط في نشاط الخدمه الى ما بعد فتره الاستدعاء. شفتوا كيف هنا رانا قلنا لهم حيث جاء، يعني كما نقولوا رانا مرتكزين على المرسوم الرئاسي. سيما رانا نهضروا باسم المرسوم الرئاسي رقم 396. حنا المراسله كي درناها لوزاره الدفاع رانا نهضروا باسم المرسوم، ما رحناش قلنا لهم احنا عسكريون الخدمه الوطنيه، ما قلنا لهمش احنا مدعوين الخدمه الوطنيه، ما قلنا لهمش احنا المستبقين، احنا قلنا لهم احنا اصحاب المرسوم الرئاسي رقم 396. هذه هي، احنا رانا باسم، رانا رحنا لهم باسمنا، يعني باسمنا القانوني، وهو فئه المرسوم الرئاسي. الوثيقه اللي اعطيتها لكم قبل هذه المبدو سمحوا لي جماعه، حيث المتضمن حيث ان مستخرج اشعار بالشطب قد يتقاضى عن جمله الابقاء في اطار التعبئه حسب المرسوم الرئاسي رقم 396. شفتوا كيف احنا تكلمنا على اشياء الشرط، لكن يعني كما نقولوا مرتكزين على المرسوم. دوك جينا الرد، احنا دوك رانا قلنا بلي باش هاد الشطب هذه ورانا هضرناها وقلنا بلي باش هذه اللي تقول لك 24 شهر واجب وطني، وهذه راه ما كاينش منها خاوتي، لان القانون قلنا القانون تاع الخدمه الوطنيه 1989 نقول لك 18 شهر، والمده الفوق القانونيه اللي كل واحد كيف كاين 7 شهور و6 شهور و3 شهور، هذه جات حسب المرسوم الرئاسي رقم 396. هذه جات حسب القانون الرئاسي رقم 396. هذه يا خوتي قلنا بلي باش هذه الفتره راها في اطار التعبئه، لازم تدون في يعني في التاع. نروحوا للرد نتاع يعني المكتب الجهوي لشؤون المنازعات، يعني الشؤون القانونيه، على شؤون قانونيه خاوتي، هذا راه قلب وزاره الدفاع القانوني. هنا يعني كما رانا نخاطبوا يعني هذو، يعني رانا تقدر تقول محكمه عسكريه، تقدر تقول راه محكمه عسكريه، ماناش نهضروا مع جهه اداريه، راه جهه قانونيه خاوتي، او فرق شاسع بين الجهه الاداريه والجهه القانونيه، لانه الرد اللي لازم يكون من الجهه القانونيه يكون يعني رد قانوني، يعني ما في حتى تمسخير ولا ما في حتى تلاعب، ما في حتى تلاعب. الجهه تاع القانونيه في وزاره الدفاع. نروحوا للرد نتاعهم واش قالوا لنا، باش هنا الغاشي اللي راه كان يقول لك بلي باش هذو راهم يقول لك راهم ما على باليش موب، وهذو موب اخرين ورابطي ما على باليش، والمرسوم هذا خاطي يجمع وخاطي يجمع الدفعات 95 96. نعطيكم كلش بالوثيقه، احنا ماناش نهضروا هكذاك برك اخوتي، حنا رانا نتعاملوا مع جهه رسميه، ماناش نتعاملوا مع روحوا. لا هنا جانا الرد من المكتب الجهوي لشؤون المنازعات الناحيه العسكريه الاولى كما تلاحظون، يعني كما راكم تشوفوا. سمحوا لي نكبرها برك، نعاود نكبرها لان مانيش شايف مليح خواتي، سمحوا لي، جات زوج خطرات، سمحوا لي. نعاود برك خواتي.